السلام عليكم. ضيف النهارده من النفحات اللي بتيجي مصر كل فتره، مش كل فتره قصيره يعني فتره طويله. قال عنه الاستاذ عمار الشريعي وهو مزيكاتي مصري اصلي، قال لو عايز تسمع صوت رجالي مصري اسمع احمد سعد. ازيك يا عم احمد؟ ازيك يا عم عمر؟ انا مبسوط ان انا معاك في البرنامج. اولا بس مبسوط ان انا في البرنامج الجميل ده، ومبسوط ان انا معاك بالاخص يا عمر لانك انت صاحبي. فانا يعني مبسوط ان كلامنا ده، احنا كلامنا هنتكلم كلام عادي زي ما بنتكلم في العادي يعني، البيت زي في البيت عندك بتتفرج علينا. صح كده احمد؟ انا عارف طبعا الاجابه بس لازم اسالك، هو انت منين في مصر يعني؟ عشان انا من عين شمس. تمام. طب احمد، لو لم تكن مصريا لو وددت ان تكون، وما تقوليش مصريا لو سمحت. سعوديا طيب؟ شغال جدا جدا جدا. لو لم اكن مصريا لازم اقول بلد يعني ثانيه. كلمنا عن شعب انت بتحبه وبتغير منه. فرنسي بصراحه. الشعب الفرنسي. انت رحت فرنسا؟ انا ما رحتش بصراحه معايا يعني، عايز بس انا يعني عارف عنه، قاري عنه كويس جدا ان هو شعب يعني. انا بيعجبني فيه حاجه كمان، ان هو من اكتر الشعوب، اكتر كمان من الشعب الامريكاني اللي بيهتم بالانسان، بالبني ادم نفسه يعني. مش مهم هو مين، ولا مهم هويته ايه، ولا مهم هو بيحصل ايه. لو انت وقعت في الشارع في فرنسا هتروح وتتعالج وتتزود، وبعد كده الناس هتشوف انت مين او ايه اللي حصل. فدي حاجه انا عشان كده انا يعني بنتمي دي الحاجات اللي بيقول عليها ديننا اصلا. يعني ده طبعا بتاعتنا المفروض طبعا يعني. طبعا. طب احمد، انت عارف احنا هنعمل ايه؟ انا معاك في اي حاجه. انا هعمل لك قال يعني اختبار الجنسيه المصريه. تمام. هسألك 9 اسئله عن حاجات مختلفه في مصر، وعايزك تجاوب على الاقل 6. اكتر من 6 انت مصري اصلي. اسئله وهطلع مصري انا كده؟ هطلع سوداني انا. لا ان شاء الله. لا انا متاكد اكتر من 6 مصري اصلي. اقل من 6 احتمال بقى ماشي فرنسا. نشوف موضوع فرنسا ده. جاهز؟ جاهز يا باشا. طيب السؤال الاولاني في جغرافيا. ماشي. هوري لك صوره حد مصري، تمام؟ اللي فارقين معانا في مصريتنا. ماشي. وحاول تعرف هو مين. تمام. يلا. ده الاستاذ العظيم طبعا رياض سنباطي. على طول كده اول طلعه. عمرك شفت الصوره دي قبل كده وهو بيعمل قهوه كده؟ انا ما شفتش الصوره دي قبل كده بصراحه. انا دايما اشوفه هو على باشا. هو باشا طبعا حتى وبيعمل قهوه. بس هو كده انا حاسس ان هو كده بيلحن يعني. دي قعده واحد لا هو لا يعني. بص انا بحب الصور جدا يعني. لما الصوره تكون مثبته لحظه معينه، ما تكونش صوره واحد واقف عشان يتصور. الصوره دي بصراحه هو تحس ان هو متامل. هو بيعمل قهوه بس تحس انه متامل في حاجه معينه. شبه ايه من الحانه الصوره دي؟ شبه ايه من الحانه؟ ممكن هو كده كان ممكن يبقى شبه القلب يعشق كل جميل. ترارا. القلب يعشق كل جميل. ترى ويا ما شفتي يا ما شفت جمال يا الله 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 الله. 1-0 لاحمد سعد. صح كده؟ 1-0 مظبوط. طب السؤال الثاني سيما. سينما. اخبارك في السيما؟ لا سيما احنا مصري هنا. سيما طبعا. هوريك افيش فيلم. ماشي. نفس الفتره بتاعت السنباطي برضه تقريبا. ماشي. بس انا شايل من على الاسم وتحاول تعرف ده فيلم ايه. ماشي. في معلومات ممكن تساعدك ان هو مثلا اخراج بركات، الحان عبد الوهاب. هي حاجه ليالي ولا ليله من فتى احلامي؟ لا مش فتى احلامي. لا. بنات اليوم؟ لا حاجه من ليالي او فيها ليله من ليالي. ليله من ليالي فتونه؟ لا. انت قلت نص الاجابه صح. طيب عبد الوهاب كل اغاني الفيلم ده عبد الوهاب. طب اقول لك هو غنى فيه ايه؟ لو قلت غنى فيه ايه هحسبها لك درجه. مش فاكر الغنوه ايمان كان بيرقص معاها مثلا. انا بصراحه مش ناسي. يا راجل ده في احلى اغاني. في توبه وفي شغلوني وفي عنك على طول. صحيح. لا اديك الدرجه. هتقول حاجه بس نقول حاجه يعني. انا تيراري داراراري
انا لك على طول خليك ليا، خد عين مني وطل عليا، وخد الاتنين واسأل فيا من أول يوم راح مني النور. الله 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 الله. انا قلت لك 3 اغاني، قلت لك شغلوني، وقلت لك توبه، وقلت لك كان لك على طول. قبل الفيلم عبد الوهاب وعبد الحليم اتراهنوا ايه الغنوه اللي هتنجح، فعبد الحليم اختار شغلوني وعبد الوهاب اختار توبه، وانا لك على طول هي اللي نجحت اللي انت اخترتها طبعا. 2-0. طب هعمل لك اختبار اصوات. ماشي تمام ماشي. اسمعك صوت حد من المشايخ بتوعنا الكبار. ماشي. الله ادينا فرصه طيب بقى. يعني ايه الله، ممكن الالف بس، لو قال الف اعرف. ادينا فرصه. طب قول لي بقى اشمعنى الله؟ اشمعنى؟ هقول لك على حاجه، يعني عرف حد بيسمع ايه الفرق ما بين الاذان بصوت عبد الباسط والاذان بصوت النقشبندي، ايه الحته اللي منوره عند كل واحد في دول؟ الاذان بصوت النقشبندي فيه حاله من الابهار الجميله، يعني طبعا يعني محدش يقدر ينكرها، طبعا فيها حاله من الابهار التكنيك الصوتي، وكمان الطبقات العاليه. الناس بتاخد بالها ان النقشبندي بيغني من فوق جدا. هنا بقى شيخنا العظيم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد عنده حاجه في صوته كده، في خامه صوته نفسه وحروفه الناس علمتهم، يعني الناس مش يعني مش انا يعني كمحترف مثلا في الوسط وفي الغنى، لا الناس العاديه صحيح علمت صوته بحروف معينه. عشان كده بقول لك لو قال الف، لو قال حروف من غير صوته بيلمع، صوته بيلمع وكمان عنده شخصيه. يعني بص الناس دي يعني لما جربوا يعرفوا ايه موضوع النجوميه والناس بتعرف الناس ازاي، قدروا يعرفوا ان كل واحد بيبقى ليه شخصيه. الناس دي اكتشفت كده لوحدها، اكتشفت ان هم لازم يعمل شخصيه في الصوت، لازم يعمل شخصيه في ادائه، في كل حاجه. فهو في الناس من كتر حبها للشيخ عبد الباسط بتقول عليه ان هو مقرئ شعبي، مش شعبي بمعنى ان هو يعني لا شعبي، ان هو بتاع الناس، يعني الناس بتعرف تميزه بغض النظر عن تعليمها. 3-0 لاحمد سعد، وهنكمل معاه بعد الفاصل. 3-0 لاحمد سعد، وفي نقطه جايه في السكه بغير اسئله هو وعدني بيها. قول. طبعا ساعات بنتكلم على الفاصل عن المشايخ، فطبعا ذكرنا الشيخ سيد هو حبيبك وحبيبي يعني طبعا. كمان انا بحبه جدا طبعا. فاوكي نقول منه حاجه. بيقول ايه؟ هو في الجسم بشر وهو نور في البصيرة والصور. هو في الجسم بشر وهو نور في البصيرة والصور. أولم يدع سراجا في الصور صلاة الله عليه الصلاة والسلام. الله ينور عليك، الله ينور عليك. 3-0. السؤال الرابع من العادات والتقاليد. هسألك ان معروف في الصعيد تمام ان العديد ده نوع من الغنى بيتقال على حد رحل او فقيد. تمام. المجموعة اللي بتقوم بشغلانة العديد
اسمهم ايه؟ مجموعه الستات اللي هم معدتين. ده اسم الشعبي في الاحياء الشعبيه، لكن في الصعيد ليهم اسم تاني. في الصعيد ليهم اسم تاني؟ ما بيقولش، مش بيقولوا ندبات ولا معددين جم، لا ليهم اسم كده. هو في فاكر الندهات ما الندهات لا الندهات دي اللي بيطلعوا على دول بيطلعوا يشفطوا الناس. اللي بيخوفوا الناس. اما حاجه انا مش، لا بصراحه مش حاضرني دلوقتي، بس ممكن اكون كنت عارف. اسمهم الشلايات. الشلايات؟ لا ده مش حاضرني اصلا، ده مش موجوده. عمره ما يحضرني. لا اسمهم في الصعيد الشلايات. الشلايات ها. طب واحمد، واحنا ليه اصلا نبره الحزن اللي في الغنى او في الصوت بتاكل معانا على طول؟ ليه ارواحنا كمصريين بتستريح للغنى اللي فيه لمسه الحزن او الشجن؟ والله هو يعني هو احنا يعني الاغلب كده، بس انا عن نفسي بقول دايما كلمه على المصريين ان هم ما بيعجبهمش الوسط. هم يعجبهم فرح قوي، يعجبهم حزن جدا يعني. حتى لو اغنيه حزينه نص نص يعني كده ما تاكلش، لازم اغنيه يا اما تعيطوا يا اما تفرحوا. ما عندناش احنا في النص في الموضوع. طيب السؤال اللي جاي 3-1 ها؟ ماشي. السؤال اللي جاي هرجعك في الزمن شويه، الثمانينات او التسعينات. ماشي. من هم مطربي ألبوم لقاء النجوم 1؟ الأصدقاء. لا، لقاء النجوم 1. لقاء النجوم شريطة الكوكتيل. أول كوكتيل رسمي. أكيد حميد. حميد طبعا. وفارس. لا حميد وفارس. ما كانش فارس، لا. هشام عباس. ولا هشام عباس. استنى، لقاء النجوم 1. لقاء النجوم 1 طلع 2 من المسيطرين دلوقتي. عمرو دياب طبعا. لا ما كانش عمرو دياب. ما دخلش عمرو دياب عمره في لعبة الكوليكشن دي خالص. ما كده قلت لك كتير قوي. إيهاب توفيق. إيهاب توفيق. حميد وإيهاب توفيق. كانت أول طلعة لإيهاب توفيق، فاكر؟ كان هشام عباس برضه. لا حتى هشام ظهر بعدهم بشوية. هشام آخر واحد أصلا في الجيل ده. إيهاب توفيق كان داني، فاكر داني؟ طبعا. داني. داني